صباح الخير او مساء الخير، على حسب التوقيت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده اهم لايف فيديو عملته او هعمله في حياتي، لاني هتكلم فيه بصراحة جدا وعن نقط مهمة جدا. فلو انت مهتم كمل الفيديو للاخر وما تقفلش في النص، لان في نقط مهمة جدا هتكلم عليها. النهاردة انا جاي احكي لكم قصة. القصة دي افتكروها طول حياتكم. القصة دي ابتدت بواحد كان عنده 18 سنة. وهو في الثانوية العامة كان حاسس ان هو لازم يعمل حاجة مختلفة. كان نفسه ان هو ينجح او يعمل تغيير في حاجة. فبص لنفسه في الدراسة او بص لنفسه في المذاكرة في الحاجات العلمية، لقى ان هو مش مهتم بالحاجات دي. بص لنفسه في الحاجات الأدبية لقى نفسه مش مهتم برضه بالحاجات دي. قعد يفكر 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 بالأيام، يا ترى أنا بحب إيه أو أنا عايز أعمل إيه. لقى إن هو بيحب حاجة اسمها صناعة الأفلام، فبدأ يتسحل في موضوع صناعة الأفلام من سنة تالتة ثانوي، وخد بعضه ودخل جامعة عين شمس، ودخل قسم آداب، ودخل مسرح الجامعة، وقعد أكتر من سنة بيروح الأوبرا المصرية بيحاول إن هو يبقى ممثل، وبيتدرب مع ممثلين تانيين. لكن للأسف مرت سنة كاملة ومحققش أي حاجة. ومش كده بس، كان عنده كمبيوتر اكس بي معفن في البيت بتاعه. كان بيحاول ان هو من خلال الكمبيوتر ده يتعلم اي حاجة ليها علاقة بصناعة الافلام، اخراج بقى، تصوير، اديت. ملهوش خبرة في اي حاجة، فكان بيحاول ان هو يتعلم من الموضوع ده. كانت عيلتي كلها ملهاش علاقة بالموضوع اللي انا عايز اعمله ده، صناعة الافلام. فما كانش في حد قدامي ينصحني او يساعدني ابدأ ازاي او اروح فين علشان اظهر الموهبة بتاعتي في الحاجة اللي انا بحبها، او الحاجة اللي انا نفسي اكمل فيها. ففضلت اكتر من سنة في الاوبرا، وطبعا ما ركزتش في المذاكرة بتاعتي، فسقطت في اول سنة في الكلية. وفضلت برضو افكر واتسحل، رغم ان انا كان عندي ساعتها مشاكل مع اهلي وعندي مشاكل مع صحابي. اهلي كانوا مش راضيين طبعا ان انا بسقط سنة في الجامعة. ويا ابني ركز في مذاكرتك، يا حبيبي سيب اللي انت بتعمله ده ملوش اي 30 لازمة، او على الاقل اعمله جنب اللي انت النجاح بتاعك في الجامعة. انا ما يأستش. وبعد كده قعدت ابحث على الانترنت ايه مكاتب الكاستنج اللي انا ممكن اروح لها واقدم من خلالها ان انا امثل في اي حاجه، او ان انا اطلع في اي حاجه ليها علاقه بالافلام. للاسف ما كانش فيه اي حاجه. وكنت بروح لكل مكاتب الكاستنج، بعد ما اخلص يقول لي بقول لك يا حبيبي، انت يا ريت تنسى التمثيل لانك انت ما تنفعش ممثل. وده كان برضو كلام صحابي ليا. لدرجه ان انا وصلت لفتره كده في حياتي بقت عباره عن عزله، عزله كامله بعيد عن الناس كلها، وعندي خناقات مع اهلي وما بشوفش اي حد في الدنيا. المهم ظهر موضوع اسمه الفاين. ولما ظهر موضوع الفاين ده كانت بالنسبة لي زي فرصة ذهبية ان انا اقدر اطلع اي موهبة من عندي، لان جربت كذا وسيلة ما نفعتش. انا فاكر برضو نسيت اقول لكم في وسيلة تالتة جربتها، ان انا خدت بعضي ورحت بقى باللي انا اتعلمته من على الكمبيوتر الاكس بي ده انفذ. رحت جبت شويه ناس صحابي ونزلنا شارع البحر في شيراتون، وقلت انا هصور اول فيلم في حياتي. فشل. مش كده بس، ده في ناس صحابي جم وقعدوا يتريقوا عليا ساعتها ان انا ما عرفتش اعمل اي حاجه. جربت اكتر من مره ان انا انزل اصور كذا فيلم، وعمر ما في اي فيلم كمل. المهم ظهر بقى موضوع الفاين ده، وانا فاكر اول فاين عملته في بيت واحد صاحبي، وكان بالموبايل بتاعه، ما كانش بالموبايل بتاعي لان انا كان الموبايل بتاعي الكاميرا بتاعته معفنه. المهم صورت اول فاين في حياتي عنده، ونزلته من خلال الصفحه بتاعه الايجيبشن فاينز. كانت عباره عن صفحه بتنزل الفاينز او الفيديوز القصيره اللي انا بدات اعملها في الاول. فلما نزلت اول فاين، عايز اقول لكم كميه الشتايم او كميه الانتقادات اللي جات لي كانت كتير قوي. بس انا استمريت ومرضتش ان انا اوقف، لان ده كان الحاجه الوحيده او الطريق الوحيد اللي انا اقدر اسلكه. كل الطرق خلاص اتقفلت، وسقطت سنتين في الكليه، ايه هعمل ايه تاني؟
لازم اكمل في حلمي، لازم اعمل اللي انا بحبه، مش هتسحل في الروتين او في التنظيم اللي متنظم اوريدي اوتوماتيك من ناس تانيين جم قبلي وافضل ماشي فيه. لا، انا لازم اعمل اللي انا بحبه. مفيش حد هيجبرني ان انا اعمل اللي هم عايزينه، لا انا هعمل اللي انا بحبه. استمريت في عمل الفاين ده، عملت فيديو واثنين وثلاثة واربعة، وكانت الانتقادات كتير قوي لحد اول فيديو عملته كان اسمه لما ابوك يتحول. الفيديو ده كان بالنسبة لي اول طفرة نجاح او اول طفرة لايكس جات لي. جاب لي تقريبا 5000 لايكس، كنت مبسوط بيهم جدا، كنت طاير في السماء. كملت على الموضوع بتاع الفيديوز بقى بنفس طريقة لما ابوك يتحول، وبدأت اتكلم عن الحاجات اللي بتحصل في الأسرة ما بين الأب والابن والأم وبنتها. وبعد مدة كبيرة قعدت اطور بقى في الفيديوز وفضلت مستمر. كان في ساعتها ناس كتير قوي بتعمل الفاين فيديوز دي، بس انا ما حطيت لهمش اي اهتمام، وكنت انا مكمل ومركز. وفي ناس منهم كتير وقفت وانا فضلت مستمر ومركز. كنت بخرج كل فين وفين، كنت طول الوقت قاعد مركز ازاي اطلع فكرة فيديو حلوة، ازاي انزل فيديو جديد، هعمل عن ايه، طب هصوره ازاي. لحد ما ربنا وفقني وقدرت اقنع بابا ان هو يشتري لي كاميرا. واشترى لي الكاميرا دي بعد ما انا ساهمت ببعض من فلوسها. كنت عمال بحوش في الفلوس دي اكتر من 6 شهور. فلوس بقى تجيلي من جده، فلوس تجيلي من تيتا، فلوس تجيلي من هنا احوشها، لحد ما اشتريت اول كاميرا وبدات اصور. صحابي بقى جم قالوا لي ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده، انت ازاي تلبس اسدال تمام وبعد كده تنزل في الشارع كده، الناس هتقول عليك ايه، هتقول عليك عبيط، او تحط مثلا كبرته جوه بطنك وتعمل كرش. مع ان اللي انا كنت بعمله كان نوع من الكوميديا موجود في العالم كله وبيحصل في الافلام الاجنبي والافلام المصري. بتكلم عن حاجه بتحصل في المجتمع، حاجه طبيعيه. ممكن انا بعمل كل الشخصيات بتاعتها، بس بتكلم عن حاجه بتحصل مهمه جدا في المجتمع بصوره كوميديه. اول حاجه بظهر المشاكل بتاعه المجتمع وبخلي الناس تشوفها بطريقه مضحكه، فالناس بتشوف نفسهم في الفيديو ويقولوا احنا بنعمل كده، لا ده غلط. طب بص ده انا بعمل كده مثلا كأم، لا ده انا لازم اغير الموضوع ده. انا قابلت امهات كتير قوي وابهات كانوا بيقولوا لي بص ولادنا تعبنا بالفيديوهات اللي انت بتعملها دي، بيشوفوا الحاجات اللي انت بتعملها يقولوا بص يا بابا انت بتعمل ايه، فيحسسوني ان انا يعني مكسوف من نفسي قوي. المهم، فالفيديوهات دي كانت بتنشر حاجه زي نوع من التسليه والكوميديا، الناس بتتسلى بيها عشان بيشوفوا نفسهم فيها، وفي نفس الوقت بتوصل صوره ايجابيه تمام تخلي الناس تتغير عن الحاجات اللي هم بيعملوها. عدت سنين وقعدت اطور في الفيديوهات دي اكتر واكتر واكتر واكتر. وجت فتره على الفيسبوك فاكرها كويس، كنت لما بنزل اي فيديو من هنا كان الفيديو ده بينط لاكتر من 200 الف لايك. مش كده بس، ده كان لو شخص واحد بس دخل غلط فيا الناس تنفخه. وكان بقى في كوميكس كتير قوي كانت بتظهر، وانا طبعا كل ما بشوف الحاجات الايجابيه دي والناس اللي مهتمه بيا، لا بستمر اكتر وبعمل مجهود اكتر، لحد ما عملت فيلم ابراهيم الابيض. الفيلم ده من اكتر الحاجات اللي انا تعبت فيها وعمري ما هنساها في حياتي. طبعا انتوا شايفين ان في ناس بتعمل انجري وداخلين بيدوسوا انجري، دول ناس يعني انا ما عنديش ليهم اي كلمه اقولها. انتوا المفروض انتوا اللي تقولوا لهم، الناس اللي بتخش تدوس انجري دي، انتوا تخشوا دلوقتي تقولوا لهم كلمه. انا مش هقول لهم اي حاجه عشان انا بتكلم في موضوع مهم دلوقتي. انت لو مش عاجبك الموضوع ده ممكن تكمل من غير ما تتفرج على اللايف فيديو ده، لان اللايف فيديو ده معمول للناس المهتمه بس. انت مش مهتم ممكن تستمر وتعدي الفيديو وتكمل تتفرج على اي حاجه تانية على الفيسبوك. المهم، فضلت بقى اكتر من 3 سنين، فضلت اكتر من 3 سنين بعمل فيديوهات. وبعد فتره كبيره قوي تمام، انا طبعا كان سني صغير ساعتها، كان عندي 20 سنه تمام، وعمري ما كان جالي اي نوع من الفلوس من اي مكان، والناس كلها كانت ضدي في اللي انا بعمله ده. لحد بعد سنه جالي اول شيك فلوس خدته في حياتي. يعني انا فضلت اكتر من سنه كامله بعمل فيديوهات او بعمل شغل وما باخدش ولا مليم. مش مثلا بعمل لي 3 فيديوهات فالفيديوهات دول يحصل لهم فايرال، بعد كده تجيلي شركه تقول لي تعالى انا عايزك تعمل لي اعلان. لا، انا فضلت اعمل الفيديوهات دي فتره كبيره قوي وما خدتش ولا مليم. ليه؟ لان انا كنت بستمتع باللي انا بعمله، كنت بحب اللي انا بعمله، مبسوط بيه. لما اشوف حد يخش عندي الاكونت ويخش يقول لي كلام ايجابي ويقول لي بص يا شادي انت سبب سعادتنا، بقول لك يا شادي انت غيرت كذا، بحس بفرحه كبيره جدا. ايه اللي حصل بقى بعد فتره كبيره؟ كنت طبيعي جدا زي اي شاب
تمام. لما بسافر في اي مكان، او لما بتصور مثلا جنب عربيه، او لما بروح حته معينه، كنت بنزل الصور دي. ده كان اكبر غلط في الدنيا كلها. ليه؟ لان عندنا ناس كتير قوي ما بتقدرش توصل للكلام ده. فلما انا كنت بنزل الحاجات دي، هم ما كانوش بيشوفوها بالصوره اللي انا كنت متخيلها. انا كنت متخيل لما انا انزل مثلا صوره وانا مثلا ورايا عربيه جامده، او مثلا مسافر في بلد تانية غير مصر، الناس دي هتحس بالايجابيه، لان كلهم كانوا بيتفرجوا عليا من اول ما انا بدات من فوق السطح، بصور فوق السطح بتاع بيتنا. فهم لما يشوفوا انا عملت الكلام ده، هيحسوا بالايجابيه في حياتهم، يقولوا ده انا كمان عندي فرصه. ده يعني المجتمع مش السبب، مش اهلي هم السبب، مش حالتي الاجتماعيه هي السبب، مش السياسه اللي في البلد هي السبب، لا. ده انا ممكن اعمل انا كمان حاجه زي شادي. شادي ده كان بيركب ميكروباصات عشان يروح الدروس. شادي ده كان بيتسحل في الدروس زيه زينا بالظبط. شادي ده كان بيروح في جامعه عين شمس، ما كنتش مثلا بروح الاي سي. فانا كنت متخيل لما انا بنزل حاجه زي كده، كانت الناس كلها هتبص تقول ايه ده، انا كمان اقدر اعمل حاجه، اديله طاقه ايجابيه ان هو كمان يتحرك علشان يوصل لحاجه هو بيحبها. لكن للاسف الموضوع جه عليا بالضد. ازاي بقى جه عليا بالضد؟ الناس شافوا ان انا بتنطط عليهم لما بنزل الصور دي. الناس حسوا بالحقد، قالوا ليه واحد زي ده يعمل شويه فيديوهات تافهه، مع انها مش فيديوهات تافهه، دي فيديوهات تمثيليه.